عاوز تفهم يعني ايه مقاومه انسولين؟ ركز معايا في الفيديو ده عشان هفهمها لك بابسط طريقه. الفيديو اللي فات كنت منزل طرق حل مشكله مقاومه الانسولين، ولقيت ناس كتير بتسال ايه هي مقاومه الانسولين. هجاوبك عليها النهارده، بس ركز معايا لحد اخر الفيديو. ناس كتير عامله دايت ووزنها مش عايز ينزل مع انها ماشيه على دايت كويس. ركز معايا لاخر الفيديو عشان تعرف قصه مقاومه الانسولين ايه. باختصار شديد، كلمه مقاومه الانسولين يعني تساوي كلمه عجز في طاقه. الطاقه هنا هي الجلوكوز او سكر الدم بتاعك، وان الجلوكوز هنا او السكر اللي في الدم عندك هو اللي بيخش الخليه ويديها طاقه، فيبتدي جسمك يبقى فيه طاقه، بتحس بنشاط وبتحس بحيويه وما بتحسش بجوع. طب والمشكله هنا بتحصل امتى؟ المشكله بتحصل لما الخلايا اللي في جسمنا دي بيحصل لها عجز ونقص في الطاقه. وده بسبب ايه؟ ان الخليه دي بيبقى عليها زي قفل، القفل ده لازم حد يجي يحط المفتاح عشان يفتح القفل ويخش الخليه، او عليها بوابات اسمها ريسبتور او مستقبلات الانسولين. المستقبلات دي بتعمل ايه؟ بتسمح للمعلم الكبير اللي هو هرمون الانسولين، المعلم يجي يخش معاه المفتاح، يروح فاتح بالشفره بتاعته المستقبلات دي ويروح معدي اللي هي تعتبر زي بوابات، ويروح داخل الخليه ومدخل او واخد الجلوكوز مدخله معاه الخليه، فيدي الجسم طاقه. يقوم تيجي سعادتك بقى عمال تاكل وتزود في الاكل وتزود في شرب العصير مليان سكر وحاطط 15 معلقه سكر وتديها نوتيلا نوتيلا نوتيلا، يقوم يحصل خلل في الريسبتور او المستقبلات او البوابات اللي على الخليه. تقوم تيجي ايه بقى المعلم الانسولين بقى هرمون الانسولين يجي يخش يفتح، يلاقي المفتاح قلب الكالون اتغير والمفتاح مش عايز يفتح، وهنا بقى الانسولين بيلاقي ريزيستنس او مقاومه من الخليه، فهنا يحصل مقاومه للانسولين، يقوم الانسولين مش عارف يدخل الجلوكوز او السكر الخليه، فبالتالي هنا الخليه في سكر عندك في الدم لكن مش عارف يخش جوه الخليه، فانت حاسس ان مفيش طاقه، فجسمك حاسس ان مفيش طاقه، فعمال يقول لك ايه؟ انت جعان، كل شويه، انت عايز تاكل حاجه فيها نشويات، انا ما عنديش طاقه، مفيش تركيز، حاسس بريقي ناشف. الحاجات دي كلها تبتدي تحصل لك بسبب بيحصل الانسولين ريزيستنس او مقاومه الانسولين، ويبقى عندك خمول كده. وعشان هنا البنكرياس بقى شايف ان في مقاومه من الخليه ومش عايزه تدخل الانسولين، يقوم يقول لك ايه؟ هفرز انسولين زياده. يقوم هنا يبتدي كل ما يفرز انسولين زياده يبتدي انت سعادتك تبتدي تحس بالاعراض قطر، ويبتدي جسمك يعمل كميه دهون ويخزن دهون في منطقه البطن والجناب، وهنا من ورا كده من عند الجناب، وبص تلاقي وسطك بيزيد وعضلاتك بتقل. وهنا بقى تلاقي نفسك جعان طول النهار، يبتدي يجي لك بقى الكريفنج وتجوع وتركيز يقل، طاقه تقل، همدان، التهابات في جسمك، ساعات وجع في المفاصل. كل الحاجات دي تبتدي تظهر عليك، وبالذات الناس اللي يجي لها احساس ان بعد الاكل او بعد الغداء عايزه حاجه مسكره. لو فهمت قصه مقاومه الانسولين النهارده معايا في الفيديو اعمل لها شير ولايك، ولو عايزني اكمل في سلسله مقاومه الانسولين ونشرحها بالتدريج واحده واحده وايه علاقتها بزياده العضلات او نقص العضلات، اكتب لي في الكومنتات تحت ان انت عايز تكمله سلسله مقاومه الانسولين.